يسميه الناس بالإطاري، وهو منتقد رئيس وزراء الإطار التنسيقي بشكل يومي، لا يخفي انتماءاته وميوله، خصوصا فيما يتعلق بالحشد الشعبي والمرجعية. يتحدث بالأرقام مع كثير من التوابل الساخرة، يتردد على القضاء والمحاكم أكثر من أي مشتك ومتهم، وينتشر في السوشيال ميديا كمدون مستفز وحاد، قد يكسر بيضة على الطريق المعبد، وقد يقف أمام شطيرة فلافل عملاقة ليوصل فكرة عن ظلم مدينته، يعول عليه جمهوره ويهاجمه الجميع تقريبا بعد أن هاجم الجميع. مع حقل الألغام التشريعي صاحب المشاكل التي لا تنقطع، النائب مصطفى جبار سند.